شوفوا الجيران ديال ادم بن شقرون اللي في الحومه ديالو. شوفوا شنو كيقولوا الناس اللي كتشكى من الضجيج اللي كانوا كيديروا ومن السلوكات اللي كانوا كيديروا بزاف. شوفوا الناس شنو كتقول عليه. نواحي مساكنة زنقة شاهد داودي سعيد، الجار ديال الشاذ الجنسي الملقب بيزينك والام ديالو. حنايا ساكنين هاد الحي هادي، هاد الشاب هذا كيطلق اللايف في التيك توك مع 11 د الليل، ما كيسالي هاد اللايف حتى على غطا في 11 د النهار، يوميا صداع، يوميا الهرج، يوميا تخسر الهضره، يوميا بيبان كيتفرعوا، يوميا كتسمع شي حاجه اللي ما عمرك كنت كتوقع تسمع مع الوالدين ديالك. وهذا الشيء هذا ماشي اليوم، هذا الشيء هذا سنين. نوضنا هضرنا مع هاد الناس هادو، الناس الله يرحمكم الوالدين، وقرونا احترموا الجيران، نقصوا هي الصوت. مره الاولى حتى واحد ما جاوبنا، مره الثانيه كذلك، مره الثالثه وداز الام ديالو قاسنا اللي بغى بني راه الدائره 10 كيعرفها والحموشي كيعرفوا. ديك الشيء اللي كان. نوضنا عملنا شكايه عاجلا وكيل الملك، تشكينا. هي ملي ساقط بينا الخبر باللي عاملين شكايه نهار الجمعه هذه اللي دازت يعني والبارح، خرجت مع الجوج ونص ديال الصباح من الطاقه كتسب في الجيران هي والابن ديالها. ما خلوا ما قالوا، حنا كنسمعوا حتى الوالدين ديالنا وعندنا فيديوز كيوثقوا هذا الشيء هذا، خلاو علينا كيسان مسطيحا، ما خلاو ما قالوا. مشينا ديك الليله هذيك، جا المخزن الله يكثر خيره، جا المخزن، مشينا كوميساريه العوامه، عملوا لها هي محضر، عملوا لنا حنايا 4 المحاضر. وهادشي اللي كاين. بقات هايداك البارح بالليل خرجت، كنا جالسين في قهوه، بقات كتسب وكتقول شي كلام عاود ماشي هو هذاك، وحنا في القهوه. وفيديوز هما كاينين في السوشيال ميديا الحمد لله تنشروا ديك الفيديوز هذوك. اليوم جات الصحافه عندنا هنايا، كنا كنصوروا معاها، شافتنا هودات كتسب في يدها الهراوه، ضربت واحد جوج شباب وما داهم الاسعاف، تعرات علينا. اللهم هذا منكر، خصنا من السلطات تشوف لنا شي حل. معكم واحد من الساكنه ديال الحي الامل في دار تونسي. حنا كنعانيو مع هذه السيده هذه، كتخلينا بالليل ما كتخليناش نعسو، كيطلقوا اللايفات من 12 الليل حتى 6 الصباح 7 الصباح، ما كاينه تختار الهضره والغوات وداك الشيء. حنا هضرنا معها حبيا والو، بحال الا كتكب الماء في الرمله. مشينا درنا شكايه مستعجله للوكيل الملك، اون فوا ساقتي الخبر بلي راه درنا شكايه مستعجله للوكيل الملك، خرجات بدات كتهلل وكتخسر الهضره قدام الوالدين ديالنا والعائله ديالنا وسبات الاعراض ديالنا. شي لعيبات اللي عمرنا سمعناهم في الحياه ديالنا، سمعناهم حدا الوالدين ديالنا. ودابا حنا كنطلبوا غير يديروا لنا شي حل، راه ما يمكنناش نعيشوا مع هذه السيده بحال هكا، راه ما كنعسوا ما والو، كنعانيو وكلشي الساكنه كامله كيف ما كتشوفوا كامله كتعاني. نشكركم على تلبيه الدعوه ديالنا وجيتونا عندنا نعين المكان، وكتشوفوا كما شفتوا عيشوا معنا داك الشيء لايف، شفتوا بعينكم وشفتوا المعاناه اللي كنتعرضوا ليها وداك الشيء اللي كنسمعوا. راه داك الشيء بزاف فات الحدود لاقصى درجه. حنا كنطلبوا من السلطات انهم يشوفوا لنا الحل في اقرب وقت، حتى حنا كمتضررين الصبر تسالنا بزاف. كنتينا جالس مع الوالدين ديالك وانتينا انك تينا كتريح، خصك كالم ملي كتريح مع الوالدين ديالك كتحس بالامن والامان. تينا مع الوالدين ديالك ويا خوك كيخسر الهضره والكلام الفاحش والكلام الساقط، كيعمل لايف وكتسمع تينا داك الشيء كتعيش داك الشيء اللي الهرج. يعني داك الشيء ما كتقدرش، الطاقه الاستيعابيه ديال الانسان ما تقدرش يسمع ديك الكلام الفاحش انه ويبقى حدا الوالدين ديالو جالس. لهذا هادشي هذا كيخليك انك تنفر في بلاصه ديال الامان وتخرج بحالك من الزنقه وانت متعصب والنفسيه ديالك محطه. لهذا حنا كنطالبوا غير بالامان والاستقرار النفسي وسط البيوت ديالنا مع الوالدين ديالنا. ما كنطلبوا والو، المطلب ديالنا بسيط. ولهذا الامن دائما معنا وواقف معنا وجاري معنا، وان شاء الله غيكون الحل ويتسالى هادشي هذا كامل وغنعيشوا بامن والامان دائما. حنايا الدوله ديالنا دوله الامن والامان. في نظركم شنو العقوبات اللي كتقولوا يستاهلوا ادم بن شقرون والام ديالو؟ على النظر حنا ما كرهناش ما يوصلوش لهاد الحاله هادي، ولاني كأم كتشوف ولدها كيدير هاد الشيء وعاجبها الحال وكتعاونوا في هاد الشيء كيديروه، يعني خصهم يتحملوا المسؤوليه ديالهم باش يبقاو العبره ديال بزاف ديال الناس باش ما يحاولوش يديروا نفس الشكل اللي كيسيئوا للبلاد ديالنا المغرب.